مشاهدينا الكرام، فقرتنا عن الوسواس القهري، وضيفتي اللي هتجاوب على كل أسئلتنا هي الأستاذة الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر. أهلا بيكي. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. كان في بعض المراحل بيتهيأ لنا أن الوسواس القهري نوع من أنواع الأمراض النفسية المحدودة، لكن بدأنا نكتشف أنه لا، هو منتشر بشكل أكبر مما كنا نتوقع. خلينا في البداية نشرح للسادة المشاهدين يعني إيه وسواس قهري، وإيه الفرق بينه وبين مثلا الفوبيا أو الخوف المرضي. طيب، الوسواس القهري بيتكون من جزئين. اول حاجه الافكار الوسواسيه. مهم. الافكار الوسواسيه دي بتبقى افكار او ممكن تبقى صور كمان بتفرض نفسها على دماغ الشخص، او حتى كلمات وجمل بتفرض نفسها على دماغ الشخص وتبتدي تعمل توتر بسببها. الجزء بقى ده الافكار، ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني هي السلوكيات الوسواسيه اللي بتحدث نتيجه التوتر ده، فيبتدي الشخص يدور على فعل يعمله علشان يهدي هذا التوتر، فيبقى السلوك ده هو السبب في تهدئه التوتر، وده لفتره مؤقته، وبعد كده بيبتدي التوتر يعلى تاني فيكرر الفعل ده بصوره وسواسيه. يعني مثلا انا ما قفلتش الباب، الفكره جت مره، بتيجي لمعظمنا مره واحده وخلاص، فببص على الباب او بكبر دماغي وبقول لا خلاص انا عارفه ان انا قفلت الباب. ولكن الشخص الوسواسي هتجيله الفكره فهيرجع تاني المشوار بتاعه، يتاكد من ان الفكره جت لفت كتير في دماغه ما قدرش يصرفها بسهوله ولا يهدى من ناحيتها، وعمل التوتر، فرجع وتاكد على الباب وبعدين مشي، وكده خلاص هو عمل السلوك الوسواسي. دي اول مره، لكن بعد شويه بتبتدي بعد ما يمشي ترجع تاني الفكره تتكرر، فيرجع تاني ويعيد التاكد، وهكذا، ونبتدي نلاقي ان هو الموضوع بيتكرر بصوره انه ما راحش مزعجه المشوار للشخص، بتاعه اصلا علشان راح 12 مرة يتأكد ان الباب مقفول. او تاخر على المشوار مم. بتاعه بالظبط كده. نفس الكلام، والاشهر هو غسيل الايدين او مم. الوضوء عند معظم الناس. فانا واقفه بتوضى بس انا حاسس ان انا ما غسلتش ايدي كويس وان انا ما اتوضيتش كفايه، فنلاقي انه بيعيد ويزيد في الوضوء، وحاسس ان لا انا ممكن اكون طلعت حاجه او نقضت وضوئي وانا واقف على الحوض، فعيد تاني، فيفضل قاعد بالساعه والنص ساعه يتوضى على الحوض. وبعضهم حتى بيترك الصلاه خالص علشان يهدي شويه الوسواس ده. مم. طيب، سؤالي لحضرتك ايه الفرق بقى بين الوسواس القهري وانواع الفوبيا المختلفة؟ لانه في بعض من انواع الفوبيا زي مثلا الفوبيا من الجراثيم بتخلي الشخص يفضل يغسل ايده بالمطهرات، فقدام الناس يبان هو عنده وسواس ولا هو عنده فوبيا ولا هو قصته ايه بالظبط. طيب، احنا دلوقتي هم كلهم مع بعض اضطرابات مم. قلق، تمام. ولكن احنا هنا الفوبيا بيبقى المثير ما بيخوفش، ولكن الشخص بيخاف منه زياده عن اللزوم. تمام. يعني مثلا الكلب في الشارع او الدم او مثلا الحقن، هو ما بيخوفش لهذه الدرجه، ولكن الشخص بيخاف منه خوف زياده عن اللزوم اكثر من اللازم، فيبتدي يحاول يتفاعل معاه بانه هنا بيتجنب خالص الشيء ده، مم. فيتجنب ان هو يتعرض لاي اماكن فيها جراثيم او كده. على عكس الشخص الوسواسي، الفكره هنا هي الاساس، ان الفكره جت وعمل التوتر فابتدى يتصرف تصرف تاني، ده الجزء بقى الكومبالجن او السلوك الوسواسي قهري الغصب عنه علشان يهدي هذا التوتر. الفوبيا تجنب تماما الموقف كله وما تعاملش بيه، ولكن الوسواس القهري لا، هو قام يتصرف بناء على هذا الامر ويبتدي يغسل ايده بقى بالمطهرات زي ما حضرتك قلتي، فهنا ما تحولش الى انه الفوبيا بس هو خايف من الجراثيم فهيتجنب يروح الاماكن اللي فيها ازدحام او كده، ده بقى فوبيا. لكن لما يبتدي اما يروح اي مكان عموما يبتدي يغسل بزياده ويطهر بزياده، فاحنا هنا تحولنا الى وسواس قهري، وهيطهر وشويه ويحس ان لا، تيجي الفكره حتى لو ما تعرضش للجراثيم هو خلاص طهر، ولكن هو لا انا ما طهرتش كفايه، انا محتاج اعيد التطهير تاني، مم. واعيد تاني مره واثنين وثلاثه، وحتى لو اماكن ما فيهاش جراثيم اصلا، ولكنه متوتر بزياده والفكره الوسواسيه ما بتسيبهوش، وبالتالي بيعيد ويزيد في السلوك الوسواسي. طيب، يحدث انه الناس بتتولد ببعض الامراض وبيكون ليها سبب بيولوجي، يعني اضطرابات كمية المخ احيانا تتسبب في امراض زي الهلوسة، زي الاكتئاب الحاد، زي آه، المانيا او الهوس. بيبقى في حاجة غلط في كمية المخ. هل الوسواس القهري مرتبط باضطرابات في كمية المخ، ولا ده بيبقى نوع من أنواع السلوكيات اللي مكتسبة نتيجة لنقل مثلا تجربة سيئة حصلت للشخص؟ الوسواس القهري ومعظم الامراض النفسيه
فيها جزء جيني، والوسواس الجزء الجيني بتاعه قوي لدرجه ان هو لو اي حد من القرايب موجود عنده اي اضطرابات قلق، يعني مثلا اضطراب القلق العام، او هو شخص عنده فوبيا زي ما حضرتك تفضلتي، او شخص عنده اضطرابات اكل حتى كل ما يتوتر ياكل، او اضطرابات الاكل زي قهم العصابي وبقيتهم، فقريبه ده اكثر استعدادا، قرايبه اكثر استعدادا لحدوث الوسواس القهري. تنتشر في التوائم لان هم برضو جيناتهم مشتركه، فبالتالي طبعا هو ليه جزء عضوي موجود، وعلشان كده الادويه بتساعد المريض. يدخل في ذلك الناس اللي بيجي لهم نوبات الهلع او البانيك اتاكس؟ نوبات الهلع مش وسواسيه ولكنها اضطرابات قلق برضو، يعني هما كل دول مع بعض كده اضطرابات قلق، فبالتالي كل دول بيبقى فيهم جزء جيني وبيتنقل. بيعدوا على بعض. بيعدوا على بعض. وطبعا في جزء تاني في شخصيه الشخص نفسه، ان هو يكون زي ما بنقول عليها البرفكشنزم، او ان الحاجه تبقى دقيقه 100% او 100%، وما يقبلش بالنص، والدنيا عنده يا ابيض بس يا اسود بس، ما فيش في النص. وبالتالي ده بعض السمات الشخصيه اللي بتشجع اكتر على ان الشخص ممكن يجيله اضطراب الوسواس القهري. إذا إحنا قلنا إنه العوامل الجينية تشكل كام في المية من الأسباب اللي بتؤدي إلى الوسواس القهري؟ تشكل نسبة كبيرة، ما نقدرش نحددها بالظبط، لأن ممكن يبقى هو عنده جزء جيني، ولكن البيئة مبسطة الدنيا، واهله كانوا بيربوه فما بتكنيك فيش حاجة أدت لانفجار هذه الأعراض، فما ظهرتش الأعراض عنده. يعني جين ممكن يبقى موجود ولكن ما يظهرش. ممكن يبقى العيلة كلها فيها قلق والدنيا متوترة بزيادة، فنلاقي الجين يظهر بصورة سهلة. ممكن الشخص يبقى عادي جدا وطبيعي، ولكن تعرضه لضغط شديد، زي مثلا معظم طلبة الثانوية العامة نلاقي ان في الثانوية ابتدى يظهر عندهم الوسواس نتيجة الضغط العصبي الشديد والاسترس اللي هم فيه، فيظهر الوسواس، وبعد شوية ممكن يختفي خالص او يقل جدا ويعيش حياته بعد كده عادي. طيب، بعض الناس اللي بيتعرضوا لأزمات عنيفة في حياتهم، لنقل مثلا ركب أسانسير ووقع بيه، فيبتدي كل ما يعدي جنب أسانسير يقول لك لا الأسانسير هيقع، أو مثلا حد قريبه حصل له مشكلة في حادثة طيارة، فأول ما حد يقول هنركب الطيارة تلاقيه هيموت 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 كده يعني. او عدد اخر بقى من التجارب، اتخطف، عيا فظيع، كل الكلام ده. الى اي حد التجارب الحياتيه ممكن تؤدي الى وسواس قهري؟ وهل ممكن تؤدي الى وسواس قهري عند شخص هو اصلا مش من عائله عندها اضطرابات قلق؟ متوقع يحصل، ممكن يحصل طبعا، ولكن ده هيكون المقال بتاعه او تطور المرض وانه يخف منه تماما احسن كتير، اسهل. اسهل. واحنا متوقعين له انه الاسترس ده لما يخلص الدنيا تمشي كويس ويختفي الوسواس تمام، لان هو ما عندوش اي تاريخ جيني في العيله، وتركيبه شخصيته ما هياش شخصيه بتدور على الكمال، وبالتالي هو اكثر استعدادا، لانه ده بس كان طريقه نتيجه تعبيره عن الضغوط او نتيجه استجابه يعني شخصيته للضغوط في الوقت ده، وهتفك بعد شويه والدنيا هتبقى كويسه. هو الوسواس القهري أكتر في الذكور ولا الإناث؟ وبيبتدي يظهر في أي مرحلة عمرية؟ موجود في الاثنين الحقيقة بنسب متقاربة، بيظهر في أي مرحلة عمرية. كتير من جدا من المرضى بيظهر فيهم من الطفولة، ولكنه ما بيظهرش كمرض، يعني بيبقى فيه سمات وسواسية، وإن هو مثلا الطفل ده بيغسل إيده بزيادة، بس هو ما قالش لمامته وما اشتكاش، فمامته ما تعرفش، وقعد سنين ابتدائي وعداها ومحدش خد باله، ودخل على الإعدادي وعدى برضه والحاجات دي، وشوية الاسترس يهدى أو ما كانش فيه ضغوط عليه جامدة، لكن لما جه ثانوي ظهرت بقى الدنيا معاه، ظهر ابتدى يغسل إيده لدرجة إن جلد إيده بقى يتقطع مثلا. الدنيا هنا تظهر، وابتدى هو يشتكي، وابتدى ياخد وقت اطول في الحمام، فابتدى اهله كمان يشتكوا، وظهرت هنا المشكله. ولكن معظمهم بتبقى من الطفوله بسمات وسواسيه، وهو اصلا مسار المرض انه طالع نازل، ففترات الضغوط يعلى جدا ويبقى الشخص مشغول جدا بالافكار الوسواسيه، وفترات تانية الدنيا تهدى جدا وكانه اختفى خالص من عنده لسنين ممكن، وبعدين مع الضغوط يظهر تاني وهكذا. طيب، احيانا الاباء والامهات من شده رغبتهم ان الابناء يكونوا متميزين ويكونوا ناجحين ويكونوا الاوائل، بيضغطوا على الاولاد والبنات بشكل عنيف جدا، لدرجه ان او ما بيتقبلوش اي نوع من انواع الفشل والتقصير، لدرجه ان الاولاد والبنات نفسهم يبقى عندهم حاله من حالات الوسواس: انا هسقط، انا مش هنجح، انا ماليش قيمه، انا لو ما طلعتش اول مش هلاقي مكان في الدنيا. فهل ده يدخل في اطار السلوكيات الوسواسيه ولا لا؟ هو احنا هنا هنفرق بين حاجتين: سلوك الاهل اللي هيؤدي للوسواس القهري، واللي حضرتك الصوره المرضيه اللي حضرتك شرحتيها، ده كده كانه
هو مش وسواس قهري اللي حضرتك قلتي عليه ان هو انا هسقط وكده، ولكن ده حاجه اسمها اوفر ثينكينج او انشغال بالافكار بصوره زائده عن المطلوب، ولكنه ما تحولش الى وسواس قهري. فعنده فكره معينه ان انا لا استحق، انا افكار اللي هي ليها انا علاقه مهما بنقص الذات، عملت بنقص قيمه هسقط، الذات حتى مثلا. لو ذاكرت ان هنسى انا وقت الامتحان. الافكار السلبيه دي هو ده مش هيوصلنا للوسواس، دي مش افكار وسواسيه، ولكن ده نوع من الاوفر ثينكينج او الانشغال الزائد بالافكار. ده جزء. الجزء الثاني، الاهل طبعا ليهم دور كبير في تكوين الضمير القاسي جدا عند الطفل اللي هيدخلنا بعد كده في الوسواس. فالام والاب ناقدين بصوره مزعجه طول الوقت، وما بيشوفوش الا التقصير وما بيشوفوش الا الجزء او الناقص وبيلوموا بيرفكشنست زي عليه. ما حضرتك لسه قايله، ما هو عايزين بالظبط، كل لان حاجه ماشيه هم زي عايزين كل الالف. حاجه بالظبط، فما بيشوفوش اللي اتعمل، هم بيشوفوا الناقص، فكل مره بنلوم على الناقص، فدايما حاسس انه مقصر. فبعد كده ممكن الطفل ده يبقى اكثر عرضه لان يتكون عنده افكار وسواسيه، ويحس ان دايما الحاجه ما كملتش وما ينفعش، لازم تكمل. طيب، بعض الامراض بيكون ليها تاثيرات جسديه واضحه، زي مثلا الناس اللي عندها اكتئاب، ما بيناموش مثلا، او اضطرابات بياكلوا في النوم. كتير، او ما الى ذلك، يعني سواء ما بيناموش خالص او بيناموا كتير، سواء بياكلوا كتير او ما بياكلوش خالص. في مجموعه من السلوكيات كده بتبان بشكل جسدي على الانسان، الى جانب انه في بعض المشاعر، حتى في التراث العربي بيقولوا اللي بيحزن مش عارفه مين فين بيوجعه، اللي بيخاف كبده بيحصل له ايه، وكل الكلام ده. هل الوسواس القهري من ضمن هذه الامراض؟ يعني هل مثلا طبعا له مش تاثيرات صوره على القلب، الوسواس. طبعا، الضغط؟ لان احنا هنا في الشخص ده بيتعرض لتوتر معظم الوقت. مم. الفكره بتيجي وتعمل توتر، ويبتدي التوتر ده ياثر بعد كده على الجهاز يعني الاعصاب كلها، الدوري. لان احنا الغده النخاميه اصلا اللي في المخ هي اللي مسؤوله عن انها تدي اوامر لبقيه اجهزه الجسم كلها، انها تطلع الادرينالين والنور ادرينالين والسيروتونين وبقيه يعني مواد، والكورتيزون وبقيه الهرمونات جوه الجسم بصوره منتظمه عشان صحه الجسم. فلما يكون في ضغط نفسي كبير وان الشخص مضغوط، هيبتدي يطلع الكورتيزون والمواد دي بصوره ملخبطه عن المفروض تطلع بيه، ده ياثر على المناعه، خصوصا ان نسبه كبيره من الوسواسيين تصل الى 70% عندهم اكتئاب نتيجه للوسواس. يعني هم مش مكتئبين في البدايه، ولكن الوسواس يعني هو بعد ربنا مش فتره. عاملهم عندهم اكتئاب، بس من هم ما كتر كانش الافكار بدايته اكتئاب، الوسواسيه. ولكن الوسواس من انه عامل عائق كبير وضاغط على المرضى بيه والمصابين بيه للاسف، فان هم بعد كده بيجي لهم الاكتئاب. الشكل العضوي ممكن ياثر طبعا على حسب بقى صوره الوسواس، فلو بيغسل ايده كتير منهم بيبقى عنده اكزيما في ايده او التهابات في الجلد وتاكل في الجلد نتيجه الغسيل الكتير، لان مش بتقف الموضوع على ميه. في ناس عندها افكار ان ما فيش تطهير من غير ديتول، وما فيش تطهير مثلا من غير كحول، فهي بتغسل ايدها كل مره بكحول او بفينيك حسب الفكره جايه فين بالظبط، فبتستعمل الماده المسممه اللي ما ينفعش نستعملها في التطهير، او ان هو يعيد ويزيد في التشيكينج مثلا او التكرار او انما الحاجات دي. قد يؤثر على ارتفاع مثلا ضربات القلب، طبعا انخفاض ما هو نوع الضغط من او انواع القلق ارتفاعه. والتوتر، فيعمل ده ويلخبط الضغط ويلخبط السكر، ونخلي لو هو مريض ممكن نلاقيه عنده ضغط عالي، ضغط العصبي عالي، ومجرد ما نظبط الدنيا في القلق بتاعه نلاقي المريض ضغطه ظبط، او ان هو يكون اصلا مريض ضغط ولكن ادويه الضغط مش عارفه تظبط الضغط، لان في جزء عصبي لازم يتظبط علشان الضغط ينتظم او حتى السكر ينتظم. طبيعه الحياه اللي احنا فيها اصبح فيها عدد متنامي من الاشكال المتنوعه للضغوط، ضغوط اجتماعيه واسريه واقتصاديه وتنافس زائد في بيئات العمل وكل حاجه. هل هو ده السبب في ازدياد عدد المصابين بالوسواس القهري؟ يعني هو نمط الحياة اللي زود الموضوع، ولا احنا اصبحنا اكثر تقدما في التشخيص فبقينا نعرف اكتر انه الشخص ده مش عليه عفريت ولا حاجة، لا ده عنده وسواس قهري؟ ده جزء، كلهم مع بعض. فاول واحده ان احنا فعلا في ضغوط كتير جدا دلوقتي. جزء من الضغوط دي هو وسائل التواصل الاجتماعي، اللي احنا لما بنشوف فيها ابتدي احس ان انا قليل وقيمتي الذاتيه قليله، وان انا لا، انا محتاج ان انا ابقى بيرفكت زي الناس دي، لان هم بيعرضوا لي جزء بيرفكت من حياتهم ومتميز جدا، فاحس انه ناجح في كل الاصعده وانا مش ناجح، فابتدي اتوتر اكتر ويبقى ده ستريس في حد ذاته عليا. الجزء الثاني هو ان احنا يعني العلم بقى متاح جدا، معظم مرضى الوسواس بيشخصوا نفسهم على انهم بيدخلوا على جوجل وبيعملوا بحث ويدوروا على الاعراض ويسمعوا فيديوهات وبتاع ويشخصوا نفسهم من قبل ما يروحوا للدكتور. بل بعضهم حتى، ومش بس الوسواس، بقيت حتى الامراض النفسيه، بعضهم حتى بيدور على النت ايه افضل ادويه ويطلعها وياخدها مع نفسه. فللاسف هو في ساعات جزء بيبقى المعرفه الزياده عن اللزوم بتخلي الناس يعني تتجه كويس ان انا بقى عندي معلومات طبيه، ولكن بعض الناس كمان الوسواسيين او اللي عندهم قلق
بيبتدي يحصل له حاجه زي بنقول رهاب المرض، فيبتدي يسمع الكلام عن مثلا مرض في اي حاجه في الدنيا، ويبتدي يحس بالاعراض على نفسه لانه قابل للايحاء، ونبتدي نلاقيه منشغل زياده عن اللزوم بالفكره بتاعه المرض ده، وابتدى يدور تاني اكتر على مرض عمره ما كان يجي في باله ولا عنده اعراضه، ويبتدي يفحص بقى نفسه عند الدكاتره وهكذا. وده نوع برضو من انواع الوسواس في المرض. فبالتالي احنا محتاجين ان المعرفه تبقى بقدر محدود على قد احتياج الشخص، ما نقعدش ندور زياده عن اللزوم في اتجاهات يعني هتلخبطنا اكتر من ان هي تفيدنا. عدد كبير من الأمراض النفسية بتقسم على أنها حالة خفيفة، حالة متوسطة، أو حالة شديدة أو عنيفة. لو اتكلمنا على تطبيق ذلك بالنسبة للوسواس القهري، ايه اللي يمشي حالة خفيفة، وايه اللي يبقى متوسط، وايه اللي يبقى شديد او عنيف، وده نتعامل معاه ازاي، وده نتعامل معاه ازاي، وده نتعامل معاه ازاي؟ طيب اولا فكره ان المريض يكون عارف انه مريض. ايوه يا فندم. فان انا مريض، لان احنا معانا الاستبصار مستويات، في ان انا ابقى مستبصر بمرضي، انا عارف ان انا مريض ومرضي مرض نفسي واحتاج للعلاج. ده دول طبعا اول فئه اللي هم يكونوا اكثر استعدادا اللي للعلاج عارف ان عنده عموما. مريض. الجزء عنده مرض. الثاني ان انا لا مريض، بس انا ممكن يكون حد ساحر لي او حد عامل لي حاجه، انا مش مريض مرض في نفسي. حاجة مش مظبوطة، بس انا مش بالظبط. محددة هي ايه. بالظبط. الجزء الثالث انه يكون لا انا مش مريض، انا كويس وزي الفل، وده حاجه طبيعيه ان انا ابقى نظيفه كده، انتوا اللي مش نضاف، انتوا اللي مش بتغسلوا تمام. كويس. فكده دي الثلاث مستويات. كل ما كان الشخص في الاول خالص وكل ما كان استبصاره كويس، لان مريض الوسواس بعضهم بيوصل من انه كان مستبصر كويس لانه بقى مستبصر جزئي، لانه ما بقاش عنده اي استبصار، من ان الافكار كانت بتتحرك شويه بان احنا بنتكلم معاه، لان الافكار بقت ثابته وبقى ده جزء ثابت. فهل تظنين حضرتك ان في بعض المرضى كان عندها في الاول بادئ بوسواس وصل لانها ما بتتحركش من مكانها لان حواليها جراثيم، وهي مقتنعه تماما ان اي حركه هتنقل لها المرض، فبالتالي اتكتفت نتيجه ان الوسواس تحول الى ضلالات. فالموضوع هنا كبر قوي. كل ما كان المريض قادر يتحكم في التوتر اللي ناتج عن الافكار الوسواسيه وقادر يفرمل نفسه من انه ما يعملش السلوكيات الوسواسيه، كل ما كان ده مريض بنظن ان هو ان شاء الله هيكون نتيجته افضل. كل ما كان كمان الوسواس حصل بسبب ضغوط، يعني ما كانش ده العادي بتاعه ولكن في ضغوط حصلت فحصل وسواس، فده هيكون مقاله افضل وهيكون تحسنه افضل. كل ما كان المريض سنه مش طفل صغير، كل ما كان اكبر كل ما كان ده افضل. كل ما كان المريض عشان المدخل المنطقي والمعرفي هيبقى مقبول بالنسبه له، وشخصيته اتكونت ومخه اتكون، فبالتالي اللخبطه حتى في كيمياء المخ ما حصلتش وهو صغير خلال التكوين، ولكن بعد كده بعد ما خلاص بقى شخص مكتمل الشخصيه. كل ما كان حتى لو في كانت سماته الشخصيه وسواسيه شويه، حتى لو كانت كده، لان وهو صغير احنا كده بنظن ان المرض هيبقى غالبا مزمن لانه مكمل بقى معانا. الجزء الثاني ان لو كان في اهل وعايش مع اهله او متزوج، فده بيقول ان هيبقى مساره افضل كتير، لان الاهل دايما اسره داعمه، ولان الاهل بيدعموا الشخص ويقدروا ان هم يمنعوه او ان هم يساعدوه في انه ياخد الدواء في مواعيده، في انه يزور الطبيب، في انه يخرج من الحمام، وان الوقت كده المنبه مثلا رن في العلاج السلوكي علشان يتحرك ويبطل يغسل ايده وهكذا. طيب، واحنا بنتكلم على مشكله الوسواس القهري بنلاقي انه الشكل الاشهر انه واحد بيغسل ايده كتير، بيتاكد من الباب، بيتاكد من الغاز، لكن الحقيقه انه في افكار وسواسيه اكثر قسوه، زي الخوف من المرض، زي الخوف من الموت، زي انه الشريك هيخونه، او انه سيتعرض للقتل. وعلى قد ما في سلوكيات ما بتكونش مؤثره على الاخرين، يعني ما بيكونش شخص مؤذي، وفي الاخر بيأذي نفسه بكتر غسيل الايدين، لكن في سلوكيات تانية قد تكون خطيرة على الآخرين. يعني اللي هيشك في مراته ده مثلا، لو هتشك في جوزها بشكل وسواسي، ممكن تقتله في وقت من الأوقات أو ترتكب أي نوع من أنواع العنف. فإزاي بيتم تحديد هذا المريض خطر على نفسه فقط، مش خطر خالص، أو خطر على الآخرين كمان؟ طيب ده بيتوقف على الوسواس برضو زي ما قلنا في انهي نوعه مرحله. إيه؟ كل ما كان مستبصر والضلالات تخصه هو بس، زي ضلالات النظافه، زي ضلالات اللي هو ضلالات الافكار، مثلا لو في افكار زي افكار سب الذات الالهيه، ودي على فكره من الوساوس المزعجه جدا والناس بتخاف تتكلم فيها او انها تشتكي منها، لانه بيعتبر ان ده كده هو كفر، فبالتالي ما بيسالش فيه خالص ويحاول يتجنب ويعمل فعل وسواسي انه يستغفر او انه يتجنب انه يجي في الاماكن مثلا انه يصلي مثلا، لانه اول ما بيقول الله اكبر السب بيحصل وهكذا.
فاول نقطه، لو كان المريض اصلا مستبصر بمرضه، لو كانت الافكار الوسواسيه نفسها في محتواها ما فيهاش ايذاء لحد يعني جوه الشخص، بس لو كان الشخص كمان الموضوع ما تحولش الى ضلالات، يعني هو لسه عارف ان دي فكره وفكره سخيفه وبتتكرر عليه بصوره سخيفه، وان هي ما هوش مصدقها 100%. اول ما بيصدق الفكره زي مثلا شريكه بيخونه، اول ما يصدقها 100%، تحول الامر هنا من وسواس لانه بقى في ضلالات وبقت افكار ثابته لا يمكن دحضها لا بالحجه ولا بالمنطق، وبالتالي هنا بيتحول يعني حتى لانه ممكن لو يتفاعل قفل عليها الباب عليها بالعنف. وهي قاعدة معاه، وقفل التليفونات وقفل الشبابيك، برضه هو حاسس انها بتدخله مع ايه الله اعلم، يعني هما مع بعض لوحدهم يعني بس. وقد يصل لمرحلة انه يموتها، يموت نفسه ما هو مثلا. ده بقى هنا تحولنا من وسواس قهري لانه بقى فيه ضلالات، فهو كده بقى مريض ذهان مش مم. مريض وسواس، الموضوع تطور بزياده. لو كان الوسواس معاه اكتئاب، طبعا ممكن نتوقع ان الشخص ينتحر مثلا او ينهي مهم. حياته نتيجه انه الاكتئاب اللي حصل بعد الوسواس. طيب، هل نفس الموضوع ينطبق على الأطفال؟ يعني هل من الممكن أن الطفل من البداية تكون الحالة الوسواسية عنده قاسية أو شديدة بشكل مفرط تجعله خطيرا على من حوله؟ احنا هنا مش هنعتبر وسواس، هو احنا بنعتبر وسواس لما يكون بدايتي وسواس وتفاقم الامر لانه تحول الى ذهان. مم. لكن لو هو بدا اصلا ذهان والفكره اصلا ما كانتش وسواسيه، بدا على طول بان مثلا بابا وماما مضطهديني وهم مم. واخواتي كلهم بيرتبوا لي ان هم ياذوني، فطبعا ممكن تبقى الفكره خطيره، لان لو دي فكره موجوده وثابته وغالبا بيبقى معاها اعراض تانية زي مثلا انه بيهلوس، مثلا انه بيسمعهم بيتامروا عليه، مم. ان هو بيحس بيهم بيحطوا له حاجات، بيحس بيهم انه بيتحركوا حواليه بصوره مزعجه، فبالتالي ده ممكن طبعا يكون مؤذي سواء في الاطفال او في الكبار. تمام. في أسر بتشوف أنه بعض أشكال الوسواس القهري مش مشكلة، وتسيب المريض لغاية ما يتحول من حالة خفيفة إلى حالة شديدة. وفي أسر تانية ممكن تسخر من المريض في السلوكيات الوسواسية أو الأفكار الوسواسية اللي عنده، فياخد موقف دفاعي ويقول لا أنا ما عنديش مشكلة، هم الوحشين. المفروض الأسرة أو الجماعة اللي في وسطها حد عنده وسواس يتعاملوا معاه ازاي علشان ما يزيدوش وطأة المرض عليه؟ طيب، بداية نحاول ان احنا نساعده، حتى لو مش هنروح للدكتور في الاول لو لقينا الموضوع مهم. بسيط، ان احنا نساعده انه يتجنب الافكار دي. فمثلا لو انت جات لك فكره انك تعيد غسيل ايدك، لا اخرج من الحمام ومش مهم، مش مم. مهم تغسل ايدك، هيحصل ايه يعني ما تبقى نظيفه، يعني مم. ما الميه نزلت عليها هيبقى نطفت، يعني نشجعه، ده جزء ان احنا نحاول نتجاهل الافكار. ولكن للاسف بعض الاسر بتتفاعل مع الافكار، فمثلا لو هو الطفل بعض الشباب والمراهقين بيبقى عنده مشكله في انه يقول الله اكبر ويبدا الصلاه، مم. انا قلت ولا ما قلتش، فيطلب من مامته انها تقعد جنبه وتقول له سمعته ولا لا، فيبقى كده يبدا الصلاه، مم. او انها تعد له الركعات لانه بيتلخبط مم. فتعد الركعات، فاحنا كده بقى هو في فعل وسواسي والاهل اشتركوا في الفعل الوسواسي، فالموضوع وسع من هنا. مم. ولكن احنا هنطلب منها ان انت لا ما تسمعيهوش وما تساعديهوش، هو هيكبر مره ويسمع نفسه وخلاص ويكمل، وهو يعد لنفسه الركعات، ولو مثلا. حصلت لخبطه يسجد سهو يمشي مم. وخلاص ما يعيدش الصلاه تاني ابدا. تمام. فهي بقى هنا دورها انها تساعده ان لا قوم خلاص احنا خلصنا، ما تعدلوش ما مم. تشاركش. وبعض الاولاد بيبقى عنده وسواس بفكره اللي هو اعمل دي ولا لا، البس ده ولا لا، مم. الميه دي نضيفه اشرب ولا لا، فالام للاسف يعني بتتسحب معاه في الوسواس، تقول له انظف فاشرب فيشرب، بعد شويه هيسال السؤال مش مره ويصدقها، لا احلفي، لا طب قولي تاني، طب نجيب حد غيرها كمان يشارك في طب ان اشرب انت قولي. الأول. فاحنا هنا محتاجين ان احنا ما مم. ننسقش في السكه دي، نتوجه للطبيب النفسي لو ما قدرناش ان احنا نساعده انه يتجاهل الوسواس. مهم كمان ان احنا نعلم ولادنا ازاي يبقى عندهم مرونه نفسيه، عشان ما يبقاش اي ضغط يكسرهم او يظهر الاعراض المرضيه لايا كان المرض النفسي او حتى العضوي اللي عندنا. مم. فمهم ان احنا نعلمهم ازاي يتعاملوا مع الاحداث، ويحاولوا يتعلموا ياخدوا ازاي الامور ببساطه شويه، مش كل حاجه على اعصابنا، علشان نقدر نتاقلم مع الضغوط اللي بنقابلها. طيب، شخص عنده وسواس راح عند طبيب، مفروض الطبيب يشخصه فيعرف إذا كان هذا الوسواس بسبب صدمة مثلا ولا هو عنده تاريخ مرضي. هيبتدي بقى يشوف هيعالجه ازاي. فاحنا نسمع انه في علاجات دوائية وعلاجات معرفية، وفي مجموعات عمل او دعم. مجموعات علاجية
الوسواس القهري بيتعالج ازاي؟ طيب، اولا هو كل اللي حضرتك قلتيه ده بيتم التشخيص من خلال المقابله الطبيبيه المرضيه، انه الدكتور بيقعد وبيفحص المريض نفسيا، فبيطلع كل بقى اذا كان في تاريخ في العيله، اذا كان هو اتعرض لضغط، والضغط من امتى، وظهر المرض من امتى، وصورته كانت ايه، وتحولت من ايه لايه، لان ما بيفضلش بنفس الصوره في معظمهم، تمام. وبتزيد صور وتختفي صور. الجزء الثاني في ضروري يكون في علاج دوائي. لو الحاله بسيطه جدا زي مثلا طفل صغير ودي بدايته والحاله بسيطه، فاحنا بنبدا بالسلوكي بان احنا كذا تكنيك بقى في العلاج المعرفي السلوكي، منها مثلا سلب الحساسيه التدريجي، في ان لو انا حاسس ان ايدي مش نظيفه فلا ما تقومش تغسل، استنى وعد ال10 مثلا وبعدين ابقى قوم اغسل، بعد شويه لا استنى اهدى عد ال20 وبعدين قوم اغسل، وهكذا. حاول تتجاهلها وسيبها مش نظيفه وهنغسلها اخر يوم خالص، وهكذا. فده جزء من سلب الحساسيه التدريجي. او الفلادنج تكنيك اللي هو الغمر، فان انت لو متوتر مثلا من ان ايدك مش نظيفه، طب حطها اهو مثلا في قاذورات وخليك بقى قاعد كده بيها قدامك وانت متاكد انها مش نظيفه اهي، واعمل تمارين استرخاء علشان يقدر ان هو يهدى ويتاقلم شويه، فنهدي التوتر ويبتدي نفك الموضوع ده شويه. ده جزء من العلاج المعرفي السلوكي وبعض التكنيكس بتاعته او التقنيات. ولكن في طبعا جزء دوائي مهم جدا، لان الدواء بيشتغل على جزئين اساسيين زي ما قلنا، انه بيقلل الفكره، فالمريض لما يجي له الفكره ما تجيش بالصوره الرومينيشن او فكره الارتجاع انها شغاله 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 عماله تعيد وتزيد، ولكن يقدر يوقفها لما يحب يصرفها عن دماغه، يقدر يوقفها، لان دي مواد كيميائيه في المخ، فالدواء بيدخل يوقف تكرار الفكره، وفي نفس الوقت بيشتغل على حته التوتر الناتج عن الفكره، انه يهدي القلق ده شويتين، فما تبقاش الفكره بهذه الصوره المزعجه. بالاضافه بقى للعلاج السلوكي، فيقدر المريض ساعتها يعمل الجزء السلوكي في الموضوع. طيب، في معلومة كده أنا كنت قريتها في إحدى الدراسات وخليني أتأكد من حضرتك منها. قيل إن مرضى القلق بأشكاله المختلفة ولا سيما الوسواس القهري هم أكثر عرضة للإدمان، وخاصة الإدمان المهدئات. متوقع طبعا ان ده يحصل، لان طبعا هو مش كلهم اكثر عرضه، ولكن نسبه منهم، لان مش هنقول مرضى الوسواس اكثر عرضه للمهدئات او مرضى القلق، هي مرضى الدراسة قالت القلق مرضى القلق بالظبط ومن كده، ضمنهم لان مرضى كذا القلق ده وكذا وكذا. يتضمن القلق العام. فهنلاقي ان دول في الدول الاوروبيه اكتر، وهنا كمان في مصر للاسف في الفتره دي ممكن يشرب حاجه من المواد الكحوليه الصبح كده عشان يهدى، او ياخد سيجاره حشيش عشان يهدى كده، بس كده حاجه اسمها سيلف ميديكيشن، او بيعالج نفسه بنفسه. فيتحول مع الوقت الى مدمن. طبعا هيتحول مع الوقت المدمن، او انه يبقى عنده سوشيال فوبيا او قلق اجتماعي، نوع من انواع القلق برضه، فيبقى لا قبل ما اروح المكان هشرب حاجه تهديني فاقدر اتعامل وابقى اكثر انفتاحا على الناس، فكل مره هتعرض لموقف كده وابقى متوتر انا هاخد ده قبلها، فطبعا بعد شويه هيتحول الى انه مدمن. بعضهم طبعا بيلجا لان عنده اضطرابات نوم نتيجه القلق، فيبقى يروح للصيدلي فيديله ادويه، وللاسف كل الادويه اللي بتنيم اللي الصيدلي بيكتبها لانها بتبقى من غير روشته او كده معظمها بيؤدي للادمان برضه، في منها حاجات جداول وحاجات مش جدول، ولكن برضه بتؤدي للادمان على المدى الطويل. على المدى الطويل طبعا، لان في الاول قرص بينيم. الادمان بالظبط يعني عباره عن ان جسمك بيتعود على حاجه، فهو في الاول بياخد قرص من الصيدلي وموصوف له طبيا اهو من الصيدلي، هو خد اول قرص نام، بعد اسبوع القرص ما بقاش بيأثر، فابتدى ياخد قرصين شويه والقرصين ما بيأثروش، فثلاثه اربعه، في ناس وصلت ل 60 قرص من المنوم علشان تنام، فبتبقى كبشه كده بتبلعها، وبنات صغيرين فبتبقى كبشه كده بتبلعها عشان تقدر تنام. طب وده يفرق ايه عن اللي بينتحر بالحبوب؟ هي مش هتموت لانها متعوده بقى لها فترات على جرعات صغيره وبتعلى تدريجي، ولان هو يعني الجزء الامان فيه عالي شويه، ولكن طبعا في منهم بيحصل له تسمم لو خد ده مره واحده من الاول، فدي نقطه مهمه. ان بقى قصه الاعراض الانسحابيه وما يعرفوش يناموا وتبقى مشكله بالظبط. فطبعا الدراسه اللي حضرتك بتقوليها طبعا هم اكثر عرضه للاستعمال المهدئات كلها بانواعها، سواء كانت عقاقير او سواء كانت مواد تعاطي زي الحشيش او زي الكحوليات او غيرها. هل ما زالت الوصمة الاجتماعية للمرضى النفسيين تمنعهم من طلب المساعدة الطبية، وخاصة لو كنا بنتكلم على الوسواس؟ لأن حقيقة للأسف عدد كبير من الناس شايفة أن ده شكل من أشكال الكوميديا، أن هم يطلعوا حتى عنده وسواس. طبعا هو الوصمه مستمره للاسف في جميع الامراض النفسيه، والناس ما بتشوفش ان في وصمه ان انا اروح لشيخ يقرا عليا، ولكن الوصمه ان انا اروح لدكتور، يعني او ان يبقى معمول لي سحر او حد يعمل لي حاجه، ده امن كتير، وده ما فيهوش وصمه ان احنا ندور على حد يفك السحر من ان انا اروح لدكتور. وانا الحقيقه بشوف ده غريب، ان انت يعني ده على الاقل الدكتور حاجه انت شايفها قدامك وماديه اكتر من ان احنا نتكلم مع ناس معظم اللي انت عارف انك بتروح لهم وهم نصابين، وانت عارف ان هم نصابين، وتجارب كتير مع ناس كانت فاشله يعني. ففي وصمه طبعا. المشكله هنا ان بعض الناس بتشوف ان دي افكار
تكفيريه زي ما قلنا، زي سب الذات الالهيه، او انا قليله الادب لو جالها الايمجز او الصور اللي في دماغها كانت صور اباحيه، فلا يبقى انا كده قليله الادب وديني قليل، وممكن الاهل كمان تدعم ده، ما انت لو كنت بتصلي كان ربنا بعد عنك الحاجات دي، ما انت لو كنت متدينه كفايه كان ده حصل. ولكن النقطه هنا اللي نحب نوضحها لمرضى الوسواس، بالذات الوسواس الديني، هو ان انت عشان متدين والموضوع ده يهمك قوي، فالوسواس جاي يضايقك في الحته دي. لو هو ما يفرقش معاك هو عمره ما هيجي لك في النقطه دي. ايوه، يعني لو انت تلفان الشيطان هيوسوسك ليه؟ ما انت تلفان لوحدك. ايوه بس هو مش فكون الشيطان، الشيطان بيوسوس ولكن لك معنى كده انك انت بتعمل حاجه كويسه. هو بس احنا هنا بنتكلم على ان سبب المرض او عمق الشخصيه هنا الجزء بتاعها ان انت مهتم بده، فعشان كده هو الوسواس جاي يضايقك في الحته تمام. دي. طيب، حضرتك قلتي انه الوسواس القهري بيجي على موجات، يعني في مد وجزر طبقا لمدى التوتر اللي الشخص قاعد صح. فيه. هل معنى كده انه هذا الشخص بيفضل ماشي على الدواء طول حياته، ولا بيزوده شوية وقت الأزمة العنيفة، بيفضل على الجلسات طول حياته، ولا بيزودها وقت الأزمة فقط؟ المسألة بتبقى عاملة ازاي؟ ده يتوقف على الشخص. مم. فلو الشخص الموضوع بسيط ويستطيع انه يمارس التكنيكس بتاعتنا لوحده، خلاص هيكمل ده لوحده. ممكن على فترات بعيده انه يلجا للطبيب، انه بس في اوقات الضغوط يلجا تاني للطبيب علشان يعني ياخد جلسات زي دعم كده او جزء تنشيطي للتكنيكس اللي بيستعملها. الدواء يتوقف برضو الدواء على فترات الضغوط، كل ما كان يبقى فيه فترات ضغوط هنحتاج نعلي الدواء. في اوقات لو المريض كان اتحسن تماما والوسواس بسيط هيوقف الدواء تماما لغايه ما يبقى لو حصل تاني. بعض الناس على فكره لما بيجيله النوبه الثانيه او الجزء الثاني في الاستريسز بيكون هو اهدى اكثر سيطره، فيقدر ان هو يتحكم في الوسواس ويتجاهله تماما ويقدر يعيش بيه. لان للاسف الوسواس ما بينتهيش تماما، ولكن بيظل برضه لان ده جزء عميق جوه الشخصيه، انك انت اصلا حد بتهتم قوي بالتفاصيل وبتعيد وتزيد وتركز، وبالتالي ممكن هو يتجاهله في الاوقات اللي هو هيبقى هادي فيها. في اوقات الجزر ممكن هو يتجاهله، واوقات المد بعض الناس كمان زي ما قلنا مش كل الضغوط تقدر تاثر عليها، فممكن انه برضه يقدر يتعامل بالتكنيكس. ده يتوقف طبعا على مستوى تعليم الشخص ومستوى ذكاء الشخص ومستوى وعي الشخص بنفسه وبافكاره ومراقبته لنفسه. للأسف كده وقت فقرتنا خلص. الأستاذة الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا لحضرتك والساده المشاهدين. مشاهدينا الكرام، الوسواس القهري واحد من ضيف كبير جدا من الأمراض النفسية. الحقيقة أنه زي ما بنروح عند الطبيب للعلاج أي حاجة، من الطبيعي أن نفسنا لما تشتكي أو لما نشعر بأي نوع من أنواع الضيق اللي احنا غير قادرين على التصرف معاه بشكل جيد، أن احنا نلجأ لمن يستطيع مساعدتنا. لأن في الآخر زي ما الأمراض الجسدية قابلة للتطور، الأمراض النفسية أيضا قابلة للتطور، ومشكلتها انها لما بتزيد بتخلينا غير قادرين تماما على ان احنا نعيش حياتنا بشكل طبيعي، وكمان بنبدأ نصعب حياة الناس اللي حوالينا. عشان كده من فضلكم خلوا بالكم من نفسكم، وزيارة الطبيب النفسي لابد منها عند الشكوى الحقيقية. مشاهدينا بعد الفاصل، العزيزة رينيا نبيل